هي مكتبة تخزين بيانات على الجهاز نفسه لفلاتر ودارت، مصممة عشان تكون سريعة وسهلة الاستخدام. ليه بنستخدم هايف؟ أداء عالي، بمعنى تعتبر واحدة من أسرع مكتبات التخزين المحلية على فلاتر، وده بيخليها مثالية للتطبيقات اللي بتحتاج سرعة في التعامل مع البيانات. سهل الاستخدام مقارنة طبعا ببعض الأوبشنز التانية زي سيكوال لايت أو الشيرد بريفرنسز، هي أسهل بكتير في الاستخدام والتعامل مع البيانات. ما بتحتاجش لقواعد بيانات معقدة زي سيكوال، هي ببساطة بتستخدم حاجة اسمها بوكس لتخزين البيانات، وده بيسهل عملية التخزين. فيها اوبشنز تخزين انواع كتير من البيانات زي نصوص، ارقام، قوائم، اوبجكتس، كل ده عن طريق الادابترز. واخيرا ما بتعتمدش على الانترنت لانها ببساطة بتخزن البيانات لوكال. البوكس 5 هو الوحدة الأساسية للتخزين. يلا نطبق على الكود. أول حاجة تعالوا نشوف الباكج اللي هنستخدمها. عندنا في الديبندنسز هنضيف الهايف والهايف فلاتر. في الديف ديبندنسز هنضيف هايف جنريتور والبيلد رانر، ولو استخدمت دول بالفيرجن بتاعهم ده هتشتغل معاك من غير اي مشاكل. تعالوا في المين انيشاليز الهايف ونقول له اويت هايف دوت انت فلاتر. هنا نعمل امبورت للهايف والانت فلاتر للادابترز. await hive دوت open box، والنيم اسم البوكس انا مثلا هسميه يوزر بوكس. وبكده خلصنا الانشالايز. نروح لليوزر سكرين. ده اليو اي اللي هنشرح عليه ببساطة. بار كارد و3 بوتونز بتوع 3 فانكشن اللي هنستخدمهم. اول زرار من اسمائهم كده حفظ، نلود الداتا اللي حفظناها ونعرضها. مسح، نمسح اللي اتكيش. تمام، دولت 3 فانكشنز فاضيين خالص واعمل لهم كول واستخدمهم في 3 بوتونز. تعالوا بقى نشوف ازاي بنستخدم هايف. اول حاجه هنا هنقول له فاينل بوكس ايكوال هايف دوت بوكس، واسم البوكس اللي عرفناه في المين اللي هو كان يوزر بوكس. نعمل امبورت، وهنا دي بوكس. لا عايزين نخلص بوكس. طب ايه السطر اللي كتبناه ده؟ مش احنا فتحنا بوكس في المين، قلنا له اوبن بوكس وادينا له الاسم. هنا كده قلنا له هات البوكس اللي فتحناه في المين. تمام، كده بقى لنا نكريت 3 فانكشن. اول فانكشن هي اللي بتسيف الداتا. هنقول له فاينل string name equal name controller دوت text. عرفنا متغير جديد نسميه مين وادينا له النيم كنترولر بتاع التكست فيلد ده. وبقى لنا ناخد العمر. هنقول له فاينل int age equal int دوت try bars. لو وقفت عليها هتلاقيها بتاخد string، فانت هنا هتقول له age controller دوت text. هنا زعلان ليه؟ ماشي، عشان null safety. ليه نعمل كده؟ عشان في حالة ان اليوزر داس حفظ من غير ما يدخل داتا في التكست فيلد فهنديله زيرو، الديفولت بتاعه زيرو. هنقول له بوكس دوت بوت بعدين نيم ونديله الفاريبل اللي احنا عرفناه وسيمي كول، ونعملها برضو في الفاريبل التاني ايج ونديله، برافو عليك، الايج. تمام كده. دي ببساطة طريقة التخزين في الهايف، يعني مفيش أبسط من كده. نفس الفكرة في التحميل. احنا كده خلصنا وهنسيف صح. تعالى بس هنا نديله سكافولد كده بحيث نبقى شايفين احنا بنعمل ايه. سكافولد ماسنجر دوت اوف كونتكست دوت شو سناك بار، وهنا نديله كونست سناك بار. الكونتنت نديله تكست، نقول له تم حفظ الداتا. تمام، تعالوا بقى ندخل على اللود داتا. نقول له فاينل string name equal box. هنا بدل ما هي بوت هنقول له get. الكي اللي هنجيبه name
طيب في حالة انه مفيش داتا، احنا كده تمام، جبنا القيمة وسجلناها في النيم. طيب افرضنا مفيش اصلا حاجة متسجلة في الكي ده، فانت هتقول له الديفولت فاليو اديله مثلا مفيش اسم. تمام كده، مفيش داتا. هنا بقى هنقول له age، بس هنخليها integer age، او هنا كده هنقول له مثلا 0، ونديها السكافولد عشان نعرف برضه عملنا ايه. خلي دي الاسم، ودي العمر، وات العمر. تمام. اخر حاجة ازاي نمسح في الهايف، نقول له بوكس دوت ها ديليت، صح. تمام. نيم، وهنا ايج، ونديله سكافولد، نقول له تم حذف البيانات. كده دول الثري فانكشن ببساطة. تعالوا نجرب. تعالوا اول حاجة نجرب تحميل، اللي هي هنجيب الداتا اللي هي الفانكشن بتاعت لود داتا. هنلاقي الديفولت بتاعتنا الاسم، مفيش اسم اللي احنا مخزنينهم في الديفولت فاليو، ودي فايدتها. تعالوا بقى اول حاجة نخزنها مايكل، وفي العمر 24. تمام، دوس حفظ. تم حفظ الداتا. نجرب نجيبها، هتلاقيه بيعرضها لك الاسم مايكل والعمر 24. طب تعالوا نحذف، نقول له حذف. تم حذف الداتا. لو دوسنا تحميل هنلاقيها اتحذفت. ودي ببساطة الأساسيات بتاعة هايف. أشوفكم الفيديو الجاي، سلام.